تحية لأهلنا في جبل الأكراد، لاذقية، حما، إدلب، حيث يمتد الجبل على 3 محافظات، بالإضافة إلى كردنا في حمص الرائعون، بالإضافة إلى كردنا في ريف حلب الشمالي المفتخرون والمعتزون بكرديتهم، لهم التحية والسلام. يتحدثون العربية، فأهلا وسهلا بهم، أخوة لنا مثلهم مثلنا. لا نستطيع نحن الكرد الناطقين بالكردية أن نزاود على كرديتهم ممن يفتخرون بكرديتهم. أما من ترك أصله فهناك في جنوب كردستان يقولون عنهم زول، ونحن نقول عنهم بيج، هكذا يقال. كرد دمشق، كرد درعا، لهم التحية والسلام. كرد طرطوس، كرد طرطوس أولئك الرائعون، القلة في طرطوس ممن يعانون الويلات وهم بعيدون عنا، لهم التحية والسلام. هؤلاء أبناء إمارة كلس، وقسم منهم في القرون الإسلامية الوسطى هاجروا إلى كردستان الشرقية ولا تزال، وهناك عشاء وأنشأوا الدولة الفضلوية في القرن ال12 الميلادي. ولا يزال قسم كبير من شيوخ وكبراء الكرد البختيارية في فارس وفي كهقلوية وفي بوير أحمد وممسني لا زالوا يقول أجدادنا هم الكرد الكرمانج. ولا تزال هناك عشائر مثل عشيرة الشوان والشوهان يسمونهم، وعشيرة ملك شاهي في مناطق إيلام يقولون نحن في الأصل كرمانج من كلس. الناس لا يعرفون هذه المعلومات. يعني هذه المناطق الغربية المطلة، هذه اللاذقية وطرسوس وعفرين، وهي كلها إمارة كلس الكردية المعروفة. يعني مع الأسف الكرد لا يعرفون تاريخهم جيدا، ولا أحد يتحدث لهم. لم أقرأ دراسات كثيرة عن إمارة كلس والإمارة الفضلوية، ولكن هذه من الأمور المعروفة عندنا. لا أعرف لماذا الكرد في روجاوا لا يعرف. هل تقصد إمارة كلس أو كلس؟ كلس تقولون أعتقد. تقصد بها إمارة جان بولات، حيث كان يتزعمها جان بولات، عائلة جان بولات قبل 400 عام؟ نعم بالضبط. طيب. وقبله أيضا، وهم امتداد للدولة الدوستكية المروانية كانوا. أوه نعم. الناس يسمونها مروانية، ولكن الاسم الكردي هي الدوستكية. دوستك كلمة كردية بهلوية. طبعا أنت باللغة الكردية كل ما ترجع إلى الوراء تلاقي الكلمات البهلوية لا زالت موجودة بصيغتها الأصلية ومستخدمة عند الكرد. أسماء، لو رجعت بأسماء جدك إلى الوراء تلاقي الأسماء والكنى البهلوية الفصيحة عندهم. لكن نتيجة للتأثر بالعربية قليلا بالتركية تغيرت المعاني. يعني لو لم تسقط الدولة الساسانية ولو لم ينقرض الدين الزردشتي لربما كنا نحن ورثة الدولة الساسانية مثلا. يعني لكنا ربما نحن وربما لازلنا كنا نكتب بلغة بهلوية متطورة. لكن سقوط الدولة البهلوي، الدولة الساسانية واللغة البهلوية والدين الزردشتي والمانوي والمزدكي جعلت الكرد بعد إسلامهم يتركون البهلوية ويتجهون إلى الكتابة بالعربية. فكل علماء الكرد المعروفين العظام الذين كتبوا في تاريخ الإسلام وفي اللغة العربية وعن دين الإسلام معروفين يكتبون بالعربية. يعني ابن الأثير الجزري بدل أن يكتب تاريخ الكرد بلغة بهلوية في وقتها، أو ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان، كتبوا بالعربية لأنهم كانوا يعتبرونها لغة مقدسة ونسوا اللغة البهلوية. لهذا ما عاد أحد يكتب باللغة الكردية، وهذا سبب ندرة الكتب الكردية، هذا هو السبب. لكن من بقيوا على الدين القديم ولم يسلموا أو تأثروا قليلا بالإسلام بقوا يكتبون تاريخهم، تراثهم، شعرهم باللغة أنظف وأقرب ما تكون للبهلوية، مثل لغة الجوران القديمة. هل تعرف في لغة الجوران القديمة لا يقولون من؟ الآن الجوران يقولون من، يعني أنا.
في لغة الجوران الأصلية وفي كتاب السرنجام يقولون أز، يعني أنا، تماما كالبهلوية. في البهلوية تقول أز يعني أنا. فهذا هو سبب أنه عندما تقرأ السرنجام بالمناسبة ستسمع كلمات طنانة رنانة ترجعك إلى العصور الساسانية والعصور الأشكانية وعصور الدين الزردشتي والدين المعنوي، لسبب بسيط أنه هؤلاء الكرد في هذه الجبال المنعزلة بقوا محافظين على عاداتهم وتقاليدهم القديمة، بينما باقي الكرد أسلموا فتبنوا العربية وأمور الدين الإسلامي ونسوا لغتهم الفصحى القديمة، تحولت البهلوية عندهم إلى لهجات محلية، كل منهم يكتب أو يقرأ الشعر بلهجته المحلية، فتلاقي الكرمانجي وتلاقي السوراني وتلاقي الكالغري وتلاقي الفيلي وتلاقي كذا وكذا. نعم، هذه واحدة من أسباب ندرة الكتب الكردية، لأن كل الكرد تقريبا ممن أسلموا أصبحوا يكتبون بالعربية تاريخ الإسلام والعرب. صح. طبعا أريد أن أعلق على كلام أحد المشاهدين. أنا أعلم بأن هنالك كرد قدماء هم أحفاد الميتانيين، وبعد ذلك بعض منهم من أحفاد صلاح الدين الأيوبي في لبنان، نعم لبنان، الأردن ومصر. مصر أنا على تواصل معهم منذ سنين، وبخاصة مع الباحث حامد الكردي، وهو مؤلف كتب أيضا، وله فيديوهات في قناتي على التيك توك واليوتيوب أيضا. وهو يقول نتيجة البحث توصلت إلى أن عدد الكرد في مصر 8 مليون كردي. أعلم هذه الأمور تماما. أنا على تواصل مع بعض الكرد الآخرين في مصر أيضا، حتى قبائليا هم يجتمعون. أنا أعرف البعض منهم من قبيلة كيكان، يجتمعون على أنهم من قبيلة كيكان كرد